اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده انا جايبه لكم طريقه المبكبكه العاديه من غير لحوم ومن غير اي حاجه، وسهله وبسيطه جدا وهتحبوها وهتحبوا تعملوها في اي وقت. قبل ما نبتدي كده يا جماعه، نصلي على النبي. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك معانا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا هنا عندي اي نوع مكرونه، بس يستحسن تكون اللي من المكرونه اللي هي الشكل ده. وعندي هنا بطاطستين متوسطه، يعني مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، مقطعه مكعبات، وتكون برضو المكعبات ولا رفيعه ولا صغيره، تكون حلوه تستحمل الصلصه بتاعتنا. وعندنا هنا بصلايه متقطعه، وعندنا فلفل اسمر والملح بتاعنا، البهارات ومرق الدجاج، وعندنا هنا الصلصه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه اول حاجه في المبكبكه بتاعتنا. انا هنا جبت صينيه حطها على النار، ايا يكن صينيه حله اللي موجود عندك. هنحط الزيت بتاعنا قيمه كده ربع كوبايه زيت، وهننزل عليه بالبصل. نفضل نقلب في البصل لحد ما يحمر معانا. البصله هنا بدات تحمر معايا. هقولك بقى على السر بقى اللي تعمليه اول ما البصله تحمر. هنحط عود قرفه خشب، هنحمره كده مع البصل، بيدي طعم جميل وهتحب الطعم بتاعه. هننزل كده بصلصه الطماطم بتاعتنا، هنقلب. لو تقيله معاكي زوديها شويه ميه. هنضيف البهارات بتاعتنا، الملح، معلقه الملح والفلفل الاسمر، وهنحط هنا المرقه بتاعتنا وهنقلب. انا مش هحط البطاطس دلوقتي عشان ما تتهراش مني الا لما تاخد الصلصه بتاعتنا تاخد غلوه، تبتدي اول ما تقرب تسبك هقوم نازله بالبطاطس بتاعتنا مع المكرونه. يعني انا انزل البطاطس قبل المكرونه، مفيش حاجه، يعني وقت ما بينهم كده وبين بعضهم 10 دقايق. زي ما احنا شايفينها كده، هي الصلصه غلت معانا. هي المفروض تحط فيها فلفل حامي عشان يبقى لها طعم، بس انا عشان الاطفال هياكلوا منها والولاد ياكلوا منها انا هحط كده حاجه بسيطه. وهنزل بالبطاطس بتاعتنا، هناخدهم غلوه مع بعض ونرجع تاني نحط المكرونه. انا هنا عندي البطاطس اهيت خدت غلوه مع الصلصه. هننزل بقى بالمكرونه بتاعتنا، هنقلبها اهيت. زي ما انتم شايفينها كده، ونسيبها بقى تستوي ونبقى نرجع لها تاني. يا حبايبي، المبكبكه بعد ما طلعت من النار بسم الله ما شاء الله جميله والله العظيم، وهتحبوها وطعمها تحفه. وعود القرفه الخشب اللي انا حطيته مديلها طعم جميل جدا والله العظيم، جميله جميله جميل. ان شاء الله برضه ابقى انزل لكم بالوصفه بتاعتها باللحمه ان شاء الله، هنبقى نعملها مع بعضنا. دي حاجه بسيطه وحاجه سهله وعمليه وعلى قد الايد واقتصاديه، ومكوناتها موجوده عندنا في كل بيت. والله هتحبوها، يا ريت تجربوها وتقولوا له رايكم ايه في التعليقات. ويا ريت يا جماعه اللي يشتركش في القناه يشترك معانا ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.